الارهاق او الاوفر ويلم هو الاحساس الوحيد اللي شكله سلبي، بس هو في الحقيقه اكتر احساس ممكن يوصلك للنجاح. غريبه بس اسمعني للاخر. كل رائد اعمال بيعدي بالدوامه دي، مهام تتراكم وعد تزن في ودنك وطموحات تقيله على صدرك، وسهل جدا تحس انك على بعد خطوه من انهيار. بس في حاجه ناس كتير مش بتفهمها. انا زمان كنت فاكر ان الاحساس ده لازم اهرب منه باي شكل، انتقل من تاسك لتاسك واحاول اسيطر على كل حاجه، لحد ما جاني موقف غير كل حاجه. كنت قاعد مع صديق وقال لي جمله وقعت في قلبي حرفيا. الاحساس بالفوضى اللي انت حاسس بيه دلوقتي ده معناه انك على ابواب حاجه كبيره، فاستقبل الاحساس ده وما تهربش منه. وساعتها فهمت الارهاق مش معناه انك بتفشل، معناه انك بتكسر حدودك، بتجرب حاجات جديده وبتطور نفسك. بس معظم الناس للاسف بيقفوا قبل ما يوصلوا للنقطه دي في الاساس، بيرجع خطوه لورا ويفكر ان التعب ده معناه انه لازم يهدى، لكن العكس هو الصح، لان ده بالظبط الوقت اللي محتاج تكمل فيه. فدايما فكر نفسي انا ممكن ارجع خطوه في وقت تاني، بس المره دي لازم اكمل الاخر واشوف ايه اللي هيحصل. فممكن تسال سؤال دلوقتي، طب اعمل ايه لما يجي لي الاحساس ده؟ ببساطه حاول كل يوم تختار اكتر تاسك انت كنت مأجلها، اللي كل ما تفكر فيها تحس بتقل على صدرك، وحاول تبدا بيها. ممكن تسال ليه؟ طبعا لان في الغالب هي دي التاسكات اللي هتغير لك كل حاجه، هي دي الحاجات اللي هتكبرك، هتزود قدراتك، وهتفرق بين اللي بيحلم واللي فعلا بيحقق. فالمره الجايه اللي تحس فيها انك اوفر مرهق، خد نفس، ابتسم، انت داخل على ارض جديده وانت بتعلم مستواك.